في الحلقة الثالثة نشهد أول تقارب بين سرحات ويلدز، حيث بدأت مشاعره تجاهها تتحرك. وإذا أعجبتكم يلدز، لماذا جلب الملك القصر بعد حديثه مع سلطان وملك؟ يبدو أنه يريد أن تصبح زوجة الأغا والخليفة الرسمية. شعرت يلدز بالغيرة من الملك وتعرضت للطعن، وتشير التسريبات إلى أن نهايتها ستكون صادمة. تخلع يلدز خاتم الزواج وتطلب الطلاق، فهل سيوافق سرحات على الطلاق؟ لاحقا هناك مواجهة بين زيان وسيف دافو والد الملك الحقيقي، مما يجعل سرحات تجمع بين الأختين أمانة هنا. كما تنضم شخصيات جديدة للمسلسل، بعضها له علاقة بالملك وبعضها مرتبط بالعمل. أول مشهد في الحلقة تقريبا هو مشهد يلدز وسرحات في غرفة سرحات، حيث كانت تعتني بجروحه. يسأله عن حاله ويخبرها أنه لا يملك مكانا آخر للذهاب، ويحاول استمالتها، فهو مصدر الأمان والقوة بالنسبة له. يلدز شخصية استغلالية كما وصفتها، لكنها تحب سرحات أيضا. في اليوم التالي يواجه سرحات عاكف بما يعرفه عن والده، وكان في نفس الملابس ونفس الهيئة. ويحاور سلطان، طلب منه سلطان ألا يذهب إلى القصر، لكنه اضطر للذهاب بالقوة بسبب موقف الملكة. الملكة لا تزال تحتفظ بكرامتها، ورفضت في البداية الذهاب مع سرحات، لكنها اضطرت لاحقا. يظهر حوار يجمع سيفدافه وزيانا أغا، حيث تشير التسريبات إلى أن زيانا أغا هو والد الملكة الحقيقي، وهذه المعلومة ستؤدي لاحقا إلى صدامات كبيرة داخل القصر.